والف مبروك، وبنشكر حضرات الساده المحكمين. الله ينتهي فيها كل الامور، واحنا من جوانا بنحمل محمل السوء وليس جوانا اي شرور، واسال الله العلي القدير ان ينتقم من اهل الشر والشرور وكل من تقدم له. الحاجه حنان بوضح من خلال حضرتكم، الحاجه حنان جايه بنفسها هنا من الساعه 6 صباحا، الاستاذ صالح والاستاذ علي وكلهم موجودين، حتى لو كان في رد فعل قبل كده لما كله التمس الموضوع وفكرنا فيه مره واثنين وثلاثه. الحمد لله الموضوع خلاصي، ان هي جايه بنفسها تصالح وكلها دجاج. الصلح خير، تصالح الحما ومرات ابنها واول رد من الزوج بعد الصلح بين امه ومراته، مفاجآت جديده وصادمه من داخل مركز درب نجم في الشرقيه، ورجوع الزوجة لبيتها كمان. تعالوا نشوف ازاي ده حصل. واخيرا اتحلت الازمة الكبيرة بين الحاجة حنان مع مرات ابنها نداء، واخيرا وصلوا الحل واتصالحوا جوه النيابة، بعد ما مصر كلها شهدت على ضرب نداء مرات ابنها ليها والتعدي على حماتها بالشكل الغريب، وده اللي نابع من تراكمات شديدة خلال السنة ونص اللي فاتوا. حتى المحامية نهادة بالقمصان اتكلمت عن الجرائم الكتير اللي الحما ارتكبتها في حق نداء. وبعد الضجة الكبيرة اللي حصلت والجدل حوالين الحما ومرات ابنها ومين صح ومين غلط وايه السبب لده كله، تم الصلح بينهم الان داخل نيابه درب نجم في الشرقيه، ووصلوا الحل يرضي جميع الاطراف. والكلام ده نقلا عن لسان المحاميين اللي اترفعوا في القضيه، غير اهل القريه اللي اتدخلوا عشان يحلوا الموضوع ودي وما يوصلش للمحاكم. وبعد العرض على نيابه درب نجم، الحما الحاجه حنان كانت نازله من النجمه عشان تصالح مرات ابنها نداء، وزي ما قلنا تم التواصل لحل ودي بينهم داخل النيابه. ومش بس كده، الزوج اللي رجع عشان ياخد حق امه اعلن امام النيابه انه هيرجع مراته من تاني عشان بنته الصغيره، وكمان هيزود المصروف عشان مراته ما يبقاش ناقصها حاجه.